رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة، ولأن رحلة النجاح على قد ما هي صعبة لكن أكيد بيكون فيها إصرار وعزيمة وبتجني الثمار في النهاية. ورحلة تعلم النهاردة عن أحد العلماء المصنفين من ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم، الأستاذ الدكتورة هبة محمد فهمي، أستاذ مساعد بقسم الفيزياء الحيوية كلية العلوم جامعة القاهرة، القائم بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين بعلوم القاهرة، نائب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة. عن أب لواء طبيب في القوات المسلحة توفي وهي في 9 من عمره، وأم مثابرة عملت على تربية الدكتورة هبة وأخواتها الطبيبات الثلاث وزرع الإيثار والمحبة والعطاء. وكانت الدكتورة هبة متفوقة منذ صغرها، وكابن لأب طبيب وشقيقات طبيبات فكان حلمها أيضا الالتحاق بكلية الطب، ولكن وقفت نتيجة الثانوية العامة عائقا أمام حلمها، فكان البديل هو الالتحاق بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة. فأصبحت إحدى حفيدات علماءنا العظام اللي منهم العالم الجليل مصطفى مشرفة والعالمة الدكتورة سميرة موسى. سارت الدكتورة هبة على نهجه، فحصلت على بكالوريوس العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2004، وكانت من أوائل الدفعة طوال ال4 سنوات، واستكملت المسيرة الأكاديمية وحصلت على درجة الماجستير عن تأثير موجات المحمول على الدماغ عام 2010، ونالت الدكتوراه في فلسفة العلوم عن رسالة علاج جديد لمرض التصلب عام 2014. ولطموح الدكتورة هبة واجتهادها الكبير جعلها تحصل على منحة الهيئة الدولية بفرنسا وزمالة برنامج الشراكة المتقدم مع مركز التدريب بألمانيا. سعت الدكتورة هبة على مساعدة جميع الطلاب وبالتحديد طلاب البحث العلمي، فجاءت خطواتها الكبيرة في نفع ومساعدة الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم خبرتها في الكتابة العلمية والتجارب البحثية. ونشأت معهم مبادرة مشروع باحث، وكان ذلك عام 2015، وكان فريق المبادرة لم يضم سوى 13 طالبا فقط من الجامعة. لم تيأس الدكتورة لذلك، وبعد عدة سنوات من الدعم قررت أن يكون النفع تحت إطار رسمي ويساعد أجيال بعد أجيال ويستمر العطاء. وبرغم العديد من التحديات نجحت الدكتورة بالتعاون مع عميد كلية العلوم جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الشريف بافتتاح مركز لدعم الباحثين، وسمي مركز خدمة ودعم الباحثين، وكان ذلك عام 2022. وتمر الأعوام وتتزايد خدمات المركز ويزداد طلاب العلم داخل المبادرة، وأصبحت أحلام الأمس حقائق اليوم، والعديد من التحديات تغلبت عليها الدكتور هبة، واليوم تضم المبادرة ما يزيد عن 300 طالب وطالبة من جميع الجامعات، ولا زالت فكرة العطاء مستمرة حتى يومنا. فنشأت على إثر تلك الخطوات المثابرة العديد من المبادرات التي تقوم بإدارة طلبة البحث تحت إشراف الدكتور، زي مبادرة ساحة العلميين، مصري إيجابي، حاضر مستدام، نفع واستنفع، مبادرة سنة، ومبادرة توفير، ومبادرة نشأ. ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة سجلت براءة اختراع لعلاج مرض الاكتئاب المزمن عن طريق استحداث أدوية بتقنية النانو. العديد من النجاحات التي أتت من تعب ومشقة للحفاظ على رسالة العطاء التي زرعت معها وتعلمنا نحن الطلاب ويعلمنا أصدقائنا الأكبر، وهكذا تستمر رحلة من العطاء من مبادرة مصري إيجابي.